يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. اليوم تيتا مي عملت لكم أكل كتير طيب مندي. رح أحط لكم المكونات كلياتها بالوصف. وأول شي رح نسلق الدجاج مثل العادة، سلقناه قبل بمرة. وهلأ بعد ما استوى الدجاج نص استواء بحط تحته شوية زيت زيتون وبنقع الزعفران وبحط معه كمان زيت زيتون وبندهن وشه عشان يعطيني اللون قبل ما احطه بالفرن. يلي ما عنده زعفران في ملونات زيت الزيتون مشان يتأمر من فوق. انا سلقته نص سلقة وهلا على الفرن لا يحمر وشه. وهلا لنحضر الرز رح نحط سمنة، بنحط معلقتين كبار اكل ونحط فوقهم بصلة صغيرة مفرومة ناعمة، ثوم 3 قطع صغيرة كمان، حبة كبش قرنفل، هدول كتير بيعطوا طعمة طيبة. وأخذت البصل اللون شوي زهر. هلا رح ننزل فوقها بالرز، بنقلب الرز منيح مع السمنة والبصل. مرقة الدجاج ومرقة عظم العجل بخليها دائما، عملت لكم فيديو عليها لانه هي صيدليه بالبيت، ما لازم تقطعوها ابدا، كلها كولاجين وللغضاريف. فانا كل اكله بحط معاها. نقلب الرز منيح لا ياخذ يشرب السمنه والبصل والنكهه اللي حطيناها. رح اضيف مرقه العظام شوي، مو كل الكميه، وبكفي من مرقه الدجاج. الرز لازم هيك يكون عياره. وهذا الرز الطويل ما بيأثر، إذا طلع ما استوى فينا نضيف فوقه، ما بيأثر عليه لا بالخبز ولا بالسرش. وهيك تحمص معنا الفستق. رح احط السمنة فوق الرز، رح ننوس تحت الرز لا يستوي. لبين ما يستوي الرز رح نروح نساوي الصوص المندي الطيب كتير اللي بيجيب نكهة المندي كله. بندورة خضراء، وبدنا بصلة كبيرة، بدنا فليفلة خضراء وكام عرق نعناع أو بقدونس، وعنا دبس الفليفلة اللي هو المكون الأساسي. معلقتين كبار خل التفاح الطبيعي. وهيك صار عنا الصوص جاهز. وهلأ هيك صار الرز عنا جاهز ومستوي. هون عندي زعفران رح احطه بهالطريقة. دي كمان كركم منقوع رح احطه بالجهة الثانية. ورح اعمل هيك فتحة صغيرة، حط هيك القصديرة. وهي الفحم الطبيعي بعد مو شاعل. برجع بقول ما بصير فحم صناعي، ما بيطلع طيب ابدا. وعندي زيت زيتون بحطه فوق الفحمة وفورا بسكر شي معلقة ودغري بسكر عليه مشان تضل الريحة جوا. بتركه شي ربع ساعة نص ساعة لحد ما ياخد طعمة المدخن. وهي بعد نص ساعة صار عنا الرز جاهز. رح اشيل الفحم وهلأ رح نحرك لتشوفوا كيف بيطلع المنظر، تشوفوا كيف بيطلعوا الألوان. ريحة بتجنن. وهي حركنا الرز وحطيناه وهيك الدجاج تحمر، صار منظره بجنن. أنا ما بدخن الدجاج، بدخن بس الرز. ورح نزين القشلميش اللي هو أطيب شي مع المندي والفستق، وبيتقدم مع الصوص اللي حضرناه. وهيك صار عنا الطبق جاهز، شي بشهي. إذا عجبكم اكتبولي، كتير بتهمني تعليقاتكم. وإن شاء الله ألف صحة وهنا.